بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في فيديو اليوم عن موضوع مهم جدا، ألا وهو العامل أو العمال اللي بيعملوا في مؤسسة أو في مكان بيبيع الأغذية أو بيبيع أي شيء. يعني هذه القضايا بيتم عرضها على المكتب ونتولى الدفاع فيها طبعا ونتولاها. بتتعرض على المكتب كتير، اللي هي قضايا ايه بقى؟ انا هتكلم عن نوع القضايا. مؤسسة على سبيل المثال بتبيع مثلا أغذية ومستلزمات الأغذية والأشياء الخاصة بالأغذية والكلام ده. دخل اللي يفتش على المكان أو اللي بيفتش على الأغذية، دخل حرر المحضر باسم العام. حرر المحضر باسم العام. طبعا هذه القضايا يتم عرضها على المكتب كثير جدا. آخر قضيتين تم تحرير محضر ضد العامل. أولا العامل أو المتواجد اللي بيشتغل في المكان ليس هو صاحب المؤسسة أو صاحب المكان، فاللي بيدخل يحرر المحضر دخل مثلا في آخر قضيتين توليناهم. اللي حرر المحضر باسم العامل. طبعا العامل اللي بيعمل في المكان. طيب 99% القضايا دي بتاخد براءة، اللي هي بتتحرر، بيدخل يحرر المحضر باسم العامل. العامل اللي بيعمل في المكان نظير تقاضيه أجر آخر الشهر أو أيا كان أجره. هذا العامل ليس له علاقة بالمكان، ليس هو صاحب المؤسسة، ليس هو رئيس مجلس إدارة، لو هو رئيس مجلس إدارة المكان ليس هو مش صاحب المؤسسة، مش صاحب المكان. فالمحضر اللي بيتعمل آخر قضيتين كان قضية منهم متحرر محضر غش وتدليس. قضية المحضر الأولاني غش وتدليس. القضية الثانية كان نفس النظام، غش في أغذية مغشوشة ومنتهى صلاحيتها. يعني آخر قضيتين توليناهم ولسه إن شاء الله الجلسات بتاعتهم قريبا. الجلسة الأولى المحضر الأول اللي اتحرر باسم العامل اللي بيعمل في المكان كانت قضية غش، اتعمل له محضر بغش وتدليس. القضية الثانية المحضر كان متحرر برضه بغش، بيع أشياء أو بيع أغذية مغشوشة ومنتهى صلاحيتها. طبعا في القضايا دي 99% العامل بياخد براءة. ليه بياخد براءة؟ زي ما أنا قلت إن العامل ليس صاحب مؤسسة. يعني السجل التجاري، احنا لما بنيجي ندافع او قدام المحكمة، السجل التجاري مش بيبقى باسم صاحب، مش باسم العامل، بيبقى باسم صاحب المؤسسة. السجل التجاري، نرجع للسجل التجاري، نرجع للبطاقة الضريبية، نرجع الى الرخصة. فالكلام ده كله مش بيبقى باسم العامل. زائد ان العامل اللي بيعمل في المكان هو بيعمل في هذا المكان او في هذه المؤسسة نظير تقاضيه اجر، ليس له، هو مش صاحب مكان. فاللي بيدخل يحرر المحضر طبعا هو بيدخل يحرر المحضر باسم الشخص المتواجد قدامه ايا كان هو مين بقى. فاحنا بنتكلم عن هذا النوع من القضايا، اللي هو العامل او ايا كان الشخص اللي بيعمل في المكان. اللي يدخل الشخص اللي داخل، الموظف اللي داخل، لو حرر المحضر باسم هذا العامل، لا، العامل ده ما يقلقش، حتى لو اخذ حكم في القضيه بعد كده بياخد براءه، بيتعمل له معارضه او ايا كان الاجراءات بعد كده بياخد براءه. ليه؟ لان هذا الشخص قبل كده برضو ده نوع من هذه او نوع من هذه القضايا اللي توليناها كان نفس برضو الموضوع ده بيحصل في المستشفيات مثلا الخاصه. كان في قضيه لطبيب دخل، اللي حرر المحضر حرر محضر باسم طبيب يعمل في المكان الخاص، يعني مستشفى خاص. القضيه دي برضو كانت معروضه على المكتب واخد براءه الدكتور ده، ان اللي دخل المستشفى الخاص يفتش عليه دخل حرر المحضر باسم الطبيب اللي بيعمل في هذا المستشفى. طيب الطبيب اللي بيعمل في هذا المستشفى، الطبيب بيعمل نظير اجر خاص، المستشفى ده مستشفى خاص، فهو بيعمل نظير ان هو بيتقاضى اخر الشهر الراتب الفلاني او المرتب الفلاني. فهو هنا هذا الطبيب برضو نفس نوع القضايا دي ليس له علاقه بهذا المستشفى، لانه ليس هو صاحب المستشفى.
السجل التجاري مش باسمه، البطاقه الضريبيه مش باسمه، الترخيص مش باسمه، الرخصه مش باسمه. الطبيب ده كان معانا القضيه دي واخد براءه. برضه بنتكلم عن القضايا نفس النوع دوت من القضايا، المؤسسات او الاماكن اللي بتبيع اغذيه او ايا كان المكان، ايا كان العامل المتواجد في المكان لو اتحرر ضده محضر او قضيه، هو من الاساس انه المفروض ما يتحررش ضده قضيه او محضر. ليه؟ لانه هو عامل بيعمل في المكان لكن ليس هو صاحب المؤسسه، فبعد كده لما بيعمل معارضه او بعد كده بيعمل الاجراءات القانونيه بعد كده بياخد براءه. فاحنا كنا بنتكلم عن موضوع ان الشخص اللي بيتقاضى اجر او العامل اللي بيعمل في المكان ما ينفعش او ان يتحرر ضده محضر. وطبعا القضايا دي بتحصل يوميا وبتحصل كتير جدا وبتتعرض علينا كتير جدا، اللي هو يتم تحرير المحضر باسم العامل اللي بيعمل في المكان، فالعامل ليس صاحب المكان او ليس صاحب المؤسسه، وليست التراخيص او السجلات او البطاقه الضريبيه باسمه. فبالتالي لو تأيد ضده محضر واخد جلسه واخد حكم، بعد كده بتعمل له معارضه وبياخد براءه. ده حبينا نتكلم. وطبعا بندفع امام المحكمه، بندفع مثلا في قضيه مثلا العامل دوت، بندفع مثلا ببطلان اجراءات محضر الضبط، بندفع مثلا انتفاء اركان جريمه الغش من جانب المتهم، بندفع بالدفع بالقصور في التسديد طبعا. وبنشرح الكلام ده كله في مذكره الدفاع. وده اللي انا حبيت اتكلم فيه، اللي هو ان القضايا اللي بتتحرر والمحاضر اللي بتتحرر باسم العامل اللي بيعمل في اي مؤسسه كانت، ده المفروض اللي بيحرر محضر بيحرره باسم صاحب المؤسسه وليس العامل. وبالتالي لو العامل اخذ حكم وعمل بعد كده معارضه بياخد فيها براءه. وده كان موضوع مهم جدا كان يجب التنويه والتحدث فيه. تحياتي لحضراتكم جميعا.